لو عندِك سميد وحليب تعالي بقى هنعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة وبسيطة، أحلى من البسبوسة وأحلى من العزيزية، حاجة كده بين الاتنين والطعم بتاعها فعلًا خطير. بُصّوا عاملة إزاي، بجد خطيرة، مقاديرها سهلة وبسيطة واقتصادية وهتعمليها في أقل من 10 دقايق هتكون جاهزة. اعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله أول حاجة كده هاعمل شربات محتاجة نص كوباية من السكر عليها نص كوباية من المية والسكر هنا في الوصفة مظبوط جدا. امشوا على الخطوات دي هيطلع معاكم مظبوط. هقلبهم كويس جدا على النار بالشكل ده لحد ما يدوبوا. هنزل بعصير نص ليمونة وتقليبة واحدة وبس كده 5 دقايق بالظبط وهطفي عليه واديله فانيليا ويبقى الشربات بتاعي جاهز. نيجي بقى لصينية الشهد بتاعتنا أو التحلية بتاعتنا النهاردة دي اسمها صينية شهد الملكة. هنعمل إيه، هاجيب لتر من الحليب، عليه كوباية إلا ربع من السميد، نُص كوباية من السكر، نُص كوباية من جوز الهند لو مش بتحبيه ما تضيفيهوش، معلقتين كبار من السمنة، أي نوع سمنة موجود عندِك، بس طبعًا لو سمنة بلدي أو زبدة بلدي هيبقى طعمها حلو، معلقتين من القشطة بتاعة وش اللبن اختياري، لو مش حاباهم ما تضيفيهمش، بس طبعًا بيغيّروا الطعم خالص، رشة من الفانيليا وباقلّب المكونات بتاعتي دي على البارد بالشكل ده، وبعد كده بقى باخدهم أرفعهم على النار، تمام كده؟ بارفعها بقى على النار وإيدي ما تسيبش التقليب والنار تكون متوسطة عشان السميد يستوي معانا، وأفضل أقلّب، أقلّب لحد زي ما أنتم شايفين كده كلّه بيختلط ببعضه، وبعد كده خلاص بقى ما دام عملت الbubbles دي تبقى هي كده استوت معايا وتمام التمام، شايفين؟ كده خلاص هاطفّي عليها وابتدي بقى أجيب صينية دهناها بدهنة محترمة كده من السمنة وأنزل بالخليط، الصينية دي مقاس من 28 ل30. بعد ما دهنت الخليط بقى سِبتها تبرد خالص وعملت وِش كده، باجيب معلقة من السمنة كده ضِفت عليها معلقتين من الشربات اللي إحنا لسه عاملينه من شوية، وبدأت أنزل عليه على الوِش بالشكل ده. لحد كده ممكن تكتفي بالقدر ده، لكن أنا حبيت أزوّد بس رشة كده من السوداني أو المكسرات المجروشة، حاباهم تمام، مش حاباها سيبيها سادة، بس طبعًا كل إضافة بنضيفها بتدّي طعم حلو. تمام كده، هادخّلها بقى الفرن على الشواية فقط. أدخّلها تاخد وِش كده حلو زي ما بنحمّر كده وِش الرز بلبن أو وِش العزيزية، وبعد كده هاطلّعها من الفرن هي سخنة والشربات بارد، وابتدي أدّيها الشربات وزي ما قُلت لكم السُكّر مضبوط جدًا، جدًا. أسيبها بقى تهدى وتبرد خالص، لو حابة تدخّليها التلاجة دخّليها براحتك خالص، وقطّعيها بقى بُصّوا وبألف هنا وشفا. فعلًا شهد المَلِكة طعمها خطير جدًا يا جماعة، حاجة كده ترطّب علينا في الجو الحَر اللي إحنا فيه ده، وتنفع كمان في الشتا إن هي تتاكل دافية، هتبقى برضه حلوة أوي. بُصّوا بقى الجمال، كل معلقة وراها معلقة، وبألف هنا وشفا لكل اللي يجرّبها، وما تنسوش بقى تعملوا لي like وshare وبس كده.